ملينا طبعًا من اللحمة والطبيخ، وقُلنا نعمل بقى أحلى فطير مشلتت. يالّا بينا نشوف إحنا عملنا الفطير الحلو ده إزاي، وهاقول لِك على حاجات ممكن تكوني أول مرّة تسمعيها، ولو كنتِ تعرفيها قبل كده يبقى زيادة تأكيد ليكِ وليّا. يالّا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو أنتِ أول مرّة تشوفي القناة يا ريت تدّي فيها لفة كده لو عجبتِك، ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. يالّا بينا نبدأ الفيديو. عندي كده عندي دول 2 كيلو دقيق، بس الكيس يا بنات مش بيبقى كيلو كامل، فانا كملته كده بدقيق غلة وهبدأ انخلهم كويس. بعد كده عندي كل كيلو دقيق ليه معلقتين سكر ومعلقة صغيرة ملح، فدول 2 كيلو، فحطيت 4 معالق سكر كبيرة ومعلقة كبيرة ملح في شوية مية دوبتهم. وبعد كده هبدأ بقى اقلب العجين بتاعي. هبدأ كده انزل المية شوية بشوية لحد لما الدقيق بتاعي يختفي خالص. خلينا متفقين كده يا بنات ان كل كيلو دقيق ليه من 550 جرام مية لحد 650 جرام مية. ده بيختلف من ايه؟ بيختلف من نوع الدقيق، من نوع لنوع. يعني في نوع بيقبل المية وفي نوع لا. الدقيق اللي معايا ده عرقه يعني متوسط، ف فضلت اعجن فيه كده علشان يتكون فيه عرق. قطعته على طول يعني مسبتوش يرتاح. تمام. حطيت في صينية كده شوية زيت، وبعد كده قطعت العجين بتاعي على 4 كور. ممكن تحطي بدل الزيت ده شوية دقيق من تحت. الدقيق يا بنات اللي هو ملوش عرق ده بقطع العجينة على طول، ما بسيبهاش ترتاح. لكن لو عرقه قوي بسيبه يرتاح، يعني في الصيف من نص ساعة لساعة. بعد كده هبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي. هاخد كده العجينة من جوه لبره، من جوه لبره، واتك شوية على الاطراف بتاعة العجينة. بحط شوية سمنة كده من فوق علشان خاطر تسهل معايا الفرد. السمنة بتاعتي يا بنات تكون سايحة، وتكون درجة حرارتها طبعا انت تقدري تستحمليها، علشان السمنة لو نزلت على العجين وهي سخنة فبتقطع معاكي العجين وقت الفرد. بصي انا بفرد من جوه لبره، وبتك يعني زياده على الاطراف اللي بره، وباخد كده بسحب جزء بسيط اخر العجينه كده، بسحبها واشدها لحد اخر الصينيه. بعد كده ابدا بقى ادخل ايدي كده تحت العجين زي ما انت شايفه واشد. ما تخافيش، مش هيحصل حاجه، وحتى لو اتقطعت معاكي عادي ما تخافيش منها. بصي انا هنا يعني اتعافيت شويه على العجين بايديا، وكمان العبايه طبعا الكم بتاعها واسع، فعشان كده قطعت معايا العجين. ابدا زي ما انت شايف كده اشد العجين لتحت، وابدا بقى ارقق في الاطراف اللي هي من تحت، واي جزء تخين معايا ايه بحاول ان انا اشده. بعد كده هحط شويه سمن من فوق، واخد طرف العجين واتني الطرف بتاعي على العجين اللي من فوق زي ما انت شايفه. وبرضو بشد معايا. بصي العجينه حلوه جدا، مخدومه حلو، فبتفرد معايا بمنتهى السهوله. بصي يعني هي اتقطعت معايا وعادي. باخد كده الاجزاء اللي هي احس ان هي تخينه شويه، يا اما بفردها يا اما بشيلها، علشان ما تبقاش كده جوه العجين، تبقى ايه ظاهره وبارزه كده. وبحط شويه سمن، يعني كل جزء انا بتنيه بحط عليه شويه سمن. وهاخد الجزء التاني كده زي ما انت شايفه، وبرضو احطه على الجزء اللي هو انا حطيت عليه سمن دلوقتي. يعني كل جزء ما عليهوش سمن احطه على الجزء اللي هو انا لسه رشاه سمن. وبعد كده برضو احط فوق منه شوية سمن تاني. الفطير طبعا معتمد على السمنة والهواء اللي انت بتدخليها للفطير، علشان خاطر يبقى معاكي كده مورق وحلو. بصي انا بشد ازاي علشان خاطر ان انا افرد العجينة بتاعتي. ابدأ اخد الجزء التاني علشان خاطر ان انا اعمله مستطيل، وبشد برضو زي ما قلنا. نوع الدقيق بيفرق يا بنات. يعني في انواع ليها عرق، اللي ليه الدقيق اللي ليه عرق زي الكوثر زي الضحى. الانواع دي يا بنات ما تعجنيش فيها كتير، يا دوب الدقيق بتاعك يختفي عن طريق المية، وتسيبيها تريحيها بقى على قد ما تقدري، ساعة ساعة وشوية. سيبيها ترتاح قطعي العجين وبرضه سيبيه يرتاح. لكن لو الدقيق بتاعك ملوش عرق، او العرق بتاعه يعني متوسط، فاعجنيه واخدميه كويس علشان خاطر الايه الفطير بتاعك يطلع حلو. بصي انا بشيل كل الاجزاء اللي بحس ان هي تخينه بشيلها،
وارجع احط سمن. بصي الاجزاء اللي هي منتفخة دي كل ده طبعا هوا احنا دخلناه لما شدينا العجين وهوناه. هبدأ بقى اخد الطرف اللي هو الناحية التانية واحطه على العجين بتاعي اللي انا رشيته سمن. وكل ما اجي يعني اتني طرف بعمل ايه، بشد العجين بتاعي. بصي كده هيتكون معايا شكل ايه، مستطيل. تمام. بعد كده هحط كده شوية سمن واظبط العجين بتاعي. يعني الجزء، بص الطرف اللي هو طالع بره ده هبدأ بقى اتنيه لجوه علشان خاطر الفطيرة بتاعتي تطلع كده متظبطة ومتساوية معايا. بعد كده امسك الطرف كده اتنيه واعمله مستطيل، بس يكون مش كبير قوي. الطريقة دي حلوة يا بنات، يعني الطريقة دي انا شفتها على اليوتيوب احسن كمان من ان انت تطبقي العجينة زي ما كنا عملناها كده في اول فيديو ليا خالص وقت ما عملت معاكم الفطير. كنا بنطبقها كده كل طرف قصاد التاني وبنعملها زي بوجة كده او زي كورة. لا، الطريقة دي هتخلي معاكي الفطير يكون متساوي كده من تحت ورقاته حلوة. بعد كده امسك المستطيل كده اتنيه على بعضه ويطلع معايا مربع. بص العجينه بتاعتي حلوه ومخدومه كويس، فعشان كده بتفرد معايا. اخد الاطراف بتاعه المربع كده واتنيها لتحت، واي جزء الاقيه مفتوح بتنيه لتحت. بقفل معايا كده الدايره بتاعتي، وبعد كده اشيلها اريحها خالص لحد ما اخلص بقى فرد العجين بتاعي. ده كان تاني يوم يا بنات. دي كانت فطيره بعملها تاني يوم بدقيق، بس دقيق الكوثر مش دقيق السلام. دقيق الكوثر العرق بتاعه شديد، ف سبته يرتاح، بس خدمته زيادة عن اللزوم. يعني زدت له العرق بتاعه اكتر ما كان موجود، وده غلط. يعني انت المفروض ان انت دقيق الكوثر او اي دقيق يكون ليه عرق، وانت عرفتي ان هو ليه عرق شديد، فعجنيه يا دوب تضيعي بس الدقيق بالميه وخلاص. بعد كده ابدأ اشتغلي بيه. لكن بصي الطريقه دقيق الكوثر بسم الله ما شاء الله بيفرد ازاي، بصي ما شاء الله. هبدأ بقى كده احط السمن وابدأ اطبق العجينة بتاعتي زي ما فردناها في الاول. زي ما بقولك كده لما يكون الدقيق ليه عرق شديد خلاص، انت يا دوب ضيعي بس الدقيق بالمية ومتعجنيش كتير، بس ريحي العجين. وبعد كده لما تيجي تقطعيه برضو تريحيه تاني. لكن لو ملوش عرق ابدأي قطعي واشتغل على طول. تمام. تعرفي منين ان العجينه بتاعتك خلاص كده ريحت؟ حطي ايدك كده او صباعك في العجينه هتلاقيها ما ردتش معاكي، يعني الجزء اللي انت اختبرتيه مش هيرد معاكي ويرجع معاكي تاني. يبقى كده العجينه بتاعتك ارتاحت، وابدأي افردي. تمام. خلاص كده انا عملتها مستطيل وهبدأ بقى اطبقها واسيبها ترتاح خالص. اول ما العجينه بتاعتي ترتاح واكون انا شغاله الفرن بتاعي، يعني اخر فطيره انا بفردها اكون شغلت الفرن بتاعي. الفرن يكون شغال من تحت ومن فوق، الشوايه والفرن نفسه. لو انت عندك ما بتشتغلش الشوايه مع الفرن خلاص شغلي الفرن نفسه. بعد كده يا دوب تاخد لون من تحت ويرفعي تحت الشوايه. كده العجينه بتاعتي ارتاحت. شفتي زي ما وريتك كده، دوست بصباعي لقيت العجينه بتاعتي ما ردتش تاني فبدات افرد. كده العجينه بتاعتي مرتاحه وهبتفرد معايا بمنتهى السهوله. فردتها على قد الصينيه بتاعتي. لو انت عايزاها تكون طبقتها تخينه ما تفرديش لحد الاخر، لو عايزاها تبقى رقيقه افردي براحتك. حطي بقى السمنه من فوق على الوش، حطها في الفرن زي ما احنا اتفقنا كده ان الفرن يكون بتاعي سخن من قبل. ياخد بس يا دوب لون من تحت، وبعد كده ارفع تحت الشوايه هيكمل سواء من تحت وهياخد لون كمان من فوق. ده الفطير اللي هو طالع بدقيق الكوثر. هقولك الفرق ما بين دقيق الكوثر ودقيق السلام. ده اللي طالع بدقيق السلام. تمام. دقيق الكوثر رغم ان الدقيق بتاعه غامق، بس طعمه احلى بكتير من دقيق السلام الصراحه. فلو انت عايزه تغيري طعم دقيق السلام استعملي سمنه، يا اما تكون سمنه بلدي يا اما تكون سمنه بطعم الزبده او بطعم السمنه البلدي. ده كده بقى الفطير بتاعنا بعد ما استهدى شويه وغطيته بكيس. وبعد كده بص الفطير بقى عامل ازاي طري ما شاء الله. الرقات حلوه جدا. هوريكي دلوقتي بصي الطبقه خفيفه، صوابع ايديا ظاهره منها ازاي.
يا رب اكون يعني فدتكم بمعلومات تكون اول مره تسمعوها. ويلا قومي تشجعي كده واعملي لولادك واعملي لجوزك كده فطيره حلوه من ايديكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.